السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الرز المعمر بالفراخ في صينيه واحده، وان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد اي وقت. زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده عظمه. يلا نشوف هنعمل مع بعض الوصفه الجميله دي ازاي. انا وراك من الفراخ حوالي 6 وراك مغسولين كويس جدا، منقوعين في ميه وملح وخل وليمون شرايح. ومعانا كيلو من الرز عباره عن 3 كوبايات ونص. الكيلو عباره عن 3 كوبايات ونص اللي هو المج العادي بتاعنا ده. معانا 2 كيلو من اللبن غاليينهم كويس بالقشطه بتاعتهم، لبن بقري لان الرز المعمر بيحب اللبن البقري. ومعانا بقى ذره سكر، معانا زيت، مع ملح. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنجيب صينيه جميله زي دي كده، ننزل فيها بقعة زيت في قاع الصينية كده، نفرشها كده عشان نفرش عليها الفراخ. يلا ندوس الفراخ بتاعتنا. هنرصها بالطريقة دي كده. وننزل عليها بالرز. هننزل عليها برضو بشوية زيت، شوية ملح. حطينا شوية زيت على الرز وحطينا شوية ملح، وهننزل بايه بشوية سكر صغيرين كده. وننزل بقى باللبن بتاعنا بقشطته كده. 2 كيلو لبن بقري، لبن حليب بقري على كيلو الرز. وهنقلب الرز كده. هيديني الفرن على 180 درجة من قبل ما نبتدي في الرز. طبعا عشان احنا عايزين بقى الوش بتاع الرز يبقى زي الوش كده بتاع الفلاحين اللي بيطلع الوش الجميل ده، هنحطه تحت الشواية واحنا قايدين الفرن. بعد ما ياخد الوش الجميل بتاع الشواية هنطفي الشواية ونسيب الفرن قايد لحد ما تستوي ونرجع لكم تاني. ايه رأيكم بقى في صينية الرز بعد ما طلعت من الفرن؟ حاجة كده جميلة جدا، تستاهل بقكم. يلا نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الفراخ مستوية، بصوا عاملة ازاي. ما شاء الله استوت خالص وجميلة جدا وريحتها خطيرة. بصوا الفراخ والرز ما شاء الله، الله اكبر. الفراخ اهي طرية جدا، والرز ما شاء الله جميل جدا مفلفل زي ما انتم شايفين كده. فراخ مستوية جدا وجميلة جدا. اعملوها بقى بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.